اللقاء جدد روبيو اعتراف الولايات المتحدة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وقال إن الموقف الأمريكي الذي تم تأسيسه خلال فترة ولاية دونالد ترامب السابقة في ديسمبر 2020 ما يزال ساريا كسياسة رسمية لواشنطن، وما تزال الولايات المتحدة تعتقد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن. لطيف لطيف لطيف، وتتسي المونتاج هادي راه تدوينه ثاني من ترامب، تدوينه من امريكا، من لا تسمن ولا تغني من جوع. وصحابك السعد جيت سكت لهم ان شاء الله ما سكت لهم، خرج لهم ببلاغ تمتم. سمع اش قال لهم الشريف: الجزائر تتأسف لتأكيد موقف الولايات المتحدة الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي بالصحراء الغربية. الجزائر تؤكد أن قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس. واسي عبد المجيد، واش هذا بلاغ كأنك زعما ما عجبكش هادشي ولا ما فهمتش؟ انا نتوما العام اللي جا بقاو ترطبوا. كنت كنتسنى السير مونتاج يدير ثاني شي بيان ناري يهدد الولايات المتحدة بأنه غيسحب السفير الجزائري من أمريكا إن لم تغير الموقف ديالها تجاه الصحراء هذه. الله بربي. اللعبات هادو راه مسوا لهم السيادة الوطنية ديال الجزائر اصاحبي. واش كتسحب راسك قاعد الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة واش حاسبين رواحهم يسيروا في العالم؟ يبقى عندنا حنا ما تندارش. يلا الاخوان كيف العاده حركوا لنا ديك اللايك جادو، وضروري عزيو لينا ودا السير مونتاج هذا العالم الاخر في التعليقات. واش فراسكم بانه الجزائر مسكينه صابوها وغاب الفقص عباد الله ديال هذا الموقف الامريكي؟ قال لك اسيدي غيديروا مناورات مع اسرائيل. هي بالدليل الجزائر تشارك بمناورات الأسد الإفريقي 2025 إلى جانب إسرائيل. تنطلق رسميا في 14 أبريل 2025 في تونس، وتشمل الدول المشاركة البنين، البرازيل، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، وفرنسا، الغابون، وغينيا، وإسرائيل، وغيرهم الكثير من الدول. أما بالنسبة للدول المراقبة فتشمل الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر هما راه معاها ظالمة أو مظلومة وراك عارف، ولكن راه ما عندك ما دير. هما كيقاتلوك بالمروك، جابوا لينا اليهود للحدود، هما راه مشاو باغيين يديروا المناورات مع اليهود. ولا دارت ثاني الخلعه من مالي ودا السي المونتاج. مئات الاشخاص تجمعوا خارج مقر السفاره الجزائريه في مالي، تطوقهم اجهزه الشرطه، رفعوا شعارات مناهضه للجزائر. نريد تحذيرهم عند وقوع مشكلة. الشعب هو من يأخذ زمام الأمور. هذه التظاهرة تستبق تحركات الرئيس الانتقالي. على الجزائر أن تتوقع أي شيء. سمعتي اش نقريحه؟ قالت لك السيده على الجزائر ان تتوقع اي شيء. زعما توقعوا اي شيء، تقدر تجي شي درون، تقدر تجي شي طائره حربيه، نتوما وزهركم. جمع لك تجمع هذاك الدلع ديالك ورد البال مع الناس ديال مالي، راه غيغفلوكم شي غفله. راه اللهم اني قد بلغت. هادي راه مال عباد الله ودارت فيهم هادشي كامل. الصدمه الكبيره مازال جايه في الطريقه ودا السي المونتاج، هي ديال هذاك الرحماني. ما هو جزائري ما هو صحراوي، راه لاصق لهم تما بعدا في تيندوف. كيتسنى اش غيديروا معاه. القصر راه سلام فينه، زلجو قبصو، بقاو لها الريدوات الكتريك والصباغه. هذه راه حريره. لا قوة في العالم يمكن أن تهزم الجزائريين. ستبقى بلدنا آمنة إن شاء الله. ستبقى بلدنا آمنة إن شاء الله. بهذا التلاحم ستواصل الجزائر في ظل المشروع النهضوي الذي نعيشه اليوم، تتوجه بثبات بثقة نحو مستقبلها الزاهر الذي ضحى من أجله ملايين من الشهداء. الله يبارك سيدي، الله يبارك. انا شو الهيبه الله. كان الماليين دابا وتشاد وديك بوركينا فاسو شاداو من خلعه من التمريض ولا مالك. ايوا سيادنا بين انا باش كيعجبوني المراركه، بينما الناس ديال العالم الاخر ودا السي المونتاج ملاهين مع هاد مالي مبرسطين معاه. اش داروا المراركه؟ مشاو لليونسكو دفعوا الملف ديال القفطان المغربي رسميا وبجميع انواعه، التكشيطه، المنصوريه، الكسوه الكبيره، القميص، الجبادور، الشده الشماليه، المهم الطنجاويه، كلشي تقيد. الميساج انه جاه لترامب تاع الامريكان. اسمعني مليح الصعلوك، انا كجزائري سيتويان الجيريان ديري اتحدث معك. يوكا جمرك اللي درته دز معاه، حنا والله ما نسمعوا بك،
والله ما نسمعوا بيك. هيا اجي حكايتك وروح بعيد. حاسبنا سوريا ولا العراق ولا اوياك راح تخلع الحرب. لا ديرنيير غير مونديال يا باتريخ بوتخ. السعد بجيت تشد المهابل عندك عباد الله، اقطع عليهم حليب الشكاره صافي كلشي هبل. ياك انت ديما كنتي كتقول لنا الولايات المتحده الامريكيه دوله صديقه. لكن الولايات المتحده بالنسبه لنا دوله صديقه ومعترفه بالدور نتاع الجزائر. هذا الكلام تاعو مش كلام تاعي. والجهات الاخرى تربطنا بهم علاقات طيبه جدا. نقطه التاريخ كنا احنا الدوله الثانيه اللي اعترفنا باستقلال الولايات المتحده، هذه بغض النظر على مختلف اتفاقيات نتاع المرور في البحر الابيض المتوسط. راه قلت لهم ودي السعد بجيد، قلت لهم بانه ولو هي راه تدوينه هي ولو كاع سيدي هاد امريكا تعترف بيبليكا فاتحه بهاد الصحراء المغربيه، السعد بجيد ما غاديش يتقلق. داكشي علاش بريطانيا حتى هي اليوم دارت بحال امريكا. قال وزير الدوله البريطاني السابق لشؤون الدفاع وعضو مجلس العموم البريطاني في تصريح لوكاله الانباء المغربيه الرسميه إن تأكيد الولايات المتحدة مجددا اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه موقف سديد، فهمها كما بغيتي، ودعا حكومة بلاده إلى أن تحدو حدو الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى من خلال تبني موقف أكثر براغماتية بشأن قضية الصحراء المغربية. ترى بانت لي ودا السي المونتاج القضية غادية وكتزيان. أفاد مراسلنا في الأقاليم الجنوبية نعم العينين نقلا عن مصادر متعددة من مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر بمقتل شابين صحراويين بالقرب من ما يسمى دائرة العرقوب قرب المخيمات جراء إطلاق نار من قبل الجيش الجزائري. لا حول ولا قوة إلا بالله. مما أثار موجة من الغضب في أوساط الصحراويين المحتجزين، في حين التزمت ما تسمى قيادة البوليساريو الصمت تجاه هذه الانتهاكات المتكررة. لطيف يا لطيف يا لطيف. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجيش الجزائري استهدف عددا من الشباب الصحراويين بالقرب من مخيمات جريفية والعرقوب بما يسمى مخيم الداخلة. وأكدت المصادر أن الجيش الجزائري لاحق هؤلاء الشباب وأطلق عليهم النار. لا استعد مجيد الله يديك بردها صاحبي. حنا راه عرفنا بانهم راه حلوفك، راه حلولك تما في تندوف، وكرا ما خاصكش دير معاهم الاسلوب اللي درتي مع الجزائريين في التسعينات. لا استعد مجيد، شوف دير لهم جنسيه جزائريه، لا جاب الله ما بغاوهاش ما قبلوش بها ومن حقهم. شوف اصاحبي اسمح لهم في هذيك تندوف. بالنسبه للشعب الجزائري اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، ما عجبوش الحال يبدل البلاد، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد.